بصوا يا جماعة، اليابان دي بجد كوكب لوحدها. أي حاجة بيعملوها بإتقان غريب، من أول التكنولوجيا المتطورة لحد أبسط حاجة زي إزاي بيقدموا الأكل في المطاعم، كله معمول بحرفية ودقة. مش بس كده، دي بلد خدت دمار الحرب العالمية التانية وقلبته لقوة اقتصادية جبارة. طب إيه السر؟ ليه اليابان متفوقة في كل حاجة؟ أهلا بيكو ويلا بينا نعرف مع بعض 10 أسباب خلت اليابان دايما في المقدمة. اليابانيين عندهم مبدأ اسمه كايزن، وده معناه التحسين المستمر. يعني أي حاجة بيعملوها بيحاولوا يطوروها حتى لو بنسبة صغيرة كل يوم، سواء في المصانع أو المطاعم أو حتى في شغلهم العادي. كل واحد عنده عقلية إن الجودة لازم تكون في أعلى مستوى. المبدأ ده هو اللي خلى المنتجات اليابانية دايما الأفضل، من أول العربيات لحد أبسط الحاجات زي ترتيب الأكل في المطاعم. الفكرة إنهم مش بيعملوا الحاجة وخلاص، لا، لازم يخلوها أحسن وأدق وأكفأ كل مرة. التعليم في اليابان مش بس عشان الدرجات، لكنه بيركز على الانضباط والمسؤولية والتفكير النقدي. الطلاب هناك بيتعلموا من صغرهم النظام وإنهم يعتمدوا على نفسهم، حتى إنهم بنفسهم بينظفوا مدارسهم، وده بيعلمهم احترام المكان اللي هم فيه والمسؤولية ناحية المجتمع. كمان التعليم مش قايم على الحفظ والتلقين، لكنه بيعتمد على تحليل المعلومات وحل المشاكل، وده بيخلي الطلبة عندهم قدرة على الابتكار والتفكير لوحدهم. والأغرب إن مفيش امتحانات حقيقية لأول 3 سنين، مش علشان مش مهتمين بالعلم، بالعكس، لكنهم شايفين ان الأولوية في المرحلة دي هي غرس القيم والأخلاق والانضباط قبل ما يبدأ الطالب يركز على الدرجات. المدارس هناك بتربي جيل مش بس متعلم، لكن كمان عنده أخلاق عمل قوية وعنده صبر وبيعرف يتعامل مع التحديات، وده سبب رئيسي ان اليابان دايما في المقدمة. في اليابان احترام الوقت مش مجرد عادة، لكنه اسلوب حياة، والتأخير هناك شيء مش مقبول تماما. القطارات مثلا مش بس دقيقة، دي بتشتغل بالثانية، ولو اتأخرت حتى لحظات الشركة بتعتذر رسميا، ولو التأخير اكتر من دقيقة الركاب ممكن ياخدوا شهادات عشان يقدموها في شغلهم كإثبات. في الشغل مفيش حاجة اسمها اجتماع يتأخر أو حد يدخل بعد الميعاد، كل حاجة بتحصل بدقة شديدة. حتى في المدارس الطلبة بيبدأوا يومهم بتحية جماعية وبيكونوا جاهزين قبل بداية الحصة، وده بيعلمهم الالتزام والانضباط من وهم صغيرين. وكمان في الحياة اليومية الناس بتخطط لكل حاجة، ولو عندهم ميعاد الساعة 9 مش بس بيوصلوا 9 بالظبط، لا، بيكونوا هناك قبلها بوقت كفاية. اليابان معروفة إنها واحدة من أكتر الدول تقدم في التكنولوجيا، وده مش بس في الحاجات الكبيرة زي الروبوتات وصناعة الإلكترونيات والقطارات السريعة، لكن كمان في أبسط تفاصيل الحياة اليومية. مثلا دورات المياه هناك متزودة بتقنيات ذكية زي التحكم في درجة حرارة القعدة ونظام التنظيف التلقائي. كمان في المطاعم في روبوتات بتقدم الأكل وماكينات تذاكر ذكية بتختصر وقت الطلب، وفي أماكن تانية بيستخدموا شاشات تفاعلية بدل المنيو التقليدي. حتى في الشوارع هتلاقي إشارات مرور متطورة وأجهزة بتساعد المكفوفين على إنهم يعدوا الطريق، وتكنولوجيا بترصد الزلازل قبل وقوعها بلحظات. ببساطة اليابان مش بس بتبتكر في الصناعات الكبيرة، لكنها بتستخدم التكنولوجيا لتسهيل حياة الناس في كل تفصيلة صغيرة، وده جزء من سر تفوقها الدائم. اليابانيين عندهم ارتباط قوي بالطبيعة، وده باين في ثقافتهم اليومية. يعني مثلا عندهم مفهوم هانامي، وهو تقليد بيعملوه كل سنة، بيخرجوا فيه يتفرجوا على ظهور الكريز اللي اسمها عندهم الساكورا وهي بتفتح، وبيحتفلوا بجمال الطبيعة مع عيلتهم وأصحابهم. لكن حبهم للطبيعة مش مجرد إعجاب، لكنه كمان مسؤولية. اليابان من أكتر الدول اللي بتهتم بإعادة التدوير وتقليل النفايات. حتى في الشوارع مفيش سلات قمامة في كل مكان، لأن الناس متعودة تاخد قمامتها معاها لحد ما تلاقي المكان المناسب علشان ترميها. ده غير الهندسة المعمارية هناك بتراعي الانسجام مع الطبيعة، فمثلا البيوت التقليدية بتكون معمولة من الخشب والطبيعة حواليها، والمدن نفسها فيها مساحات خضراء كتير رغم التطور الكبير. كل ده لأن اليابانيين شايفين إن احترام الطبيعة جزء من حياتهم اليومية، مش مجرد رفاهية. اليابانيين مؤمنين إن النجاح الحقيقي مش في شغل الفرد لوحده، لكن في التعاون والعمل الجماعي، التيم وورك يعني.
فمن صغرهم الأطفال في المدارس بيتعلموا يشتغلوا مع بعض، سواء في الدراسة أو حتى في الأنشطة اليومية زي تنظيف الفصول أو تحضير الأكل. وفي بيئة العمل مفهوم الوا أو التناغم الجماعي مهم جدا، يعني كل واحد بيساهم في نجاح الفريق مش بس نجاحه الشخصي. حتى القرارات الكبيرة في الشركات مش بياخدها فرد واحد، لكن بيتم النقاش الجماعي علشان يوصلوا لأفضل حل. طب والنتيجة؟ إنتاجية عالية وانسجام في الشغل وابتكارات مستمرة، لأن كل فرد بيشتغل بروح الفريق مش بفكرة أنا وبس. اليابان قدرت تحقق معادلة صعبة جدا، وهي إنها تبقى واحدة من أكتر الدول تقدم في العالم، وفي نفس الوقت تحافظ على تراثها وتقاليدها القديمة. فمثلا رغم إن طوكيو مدينة مليانة ناطحات سحاب وتكنولوجيا متطورة، إلا إنك تقدر في نفس المدينة تلاقي معابد قديمة وأحياء تراثية لسه محافظة على طابعها التقليدي. كمان في اللبس هتلاقي اليابانيين بيلبسوا هدوم على الموضة، لكن في المناسبات الخاصة زي حفلات الزفاف والمهرجانات بيلبسوا الكيمونو التقليدي بكل فخر. حتى في الأكل، ورغم انتشار المطاعم العالمية إلا إنهم لسه متمسكين بأكلهم التقليدي زي السوشي والرامن والأونيجيري، وبيحافظوا على طرق تحضيره الأصلية. وفي الفنون هتلاقي الخط الياباني اللي هو الكانجي والشاي التقليدي والمسرح الكلاسيكي زي النو والكابوكي، كلها حاجات لسه ليها مكانة كبيرة رغم التطور الرهيب. يعني من الآخر اليابانيين عندهم قدرة مذهلة على إنهم ياخدوا من الحاجات الحديثة اللي يناسبهم وبس، وفي نفس الوقت يحافظوا على هويتهم الثقافية، وده كمان سر من أسرار تميزهم عن باقي العالم. اليابان عندها واحد من أقوى الاقتصادات في العالم، وده بفضل التكنولوجيا المتقدمة والصناعات القوية وثقافة العمل الجاد. وبعد الحرب العالمية التانية قدروا يبنوا بلدهم من تاني بسرعة لحد ما بقوا تالت أكبر اقتصاد عالمي. واليابان بتقود صناعات زي العربيات والإلكترونيات بشركات عملاقة زي تويوتا وهوندا وسوني وباناسونيك اللي بتقدم أعلى جودة وابتكار. ورغم قلة الموارد الطبيعية إلا إنهم بيعتمدوا على التعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا، وده سر نجاحهم. في اليابان الاحترام والأدب جزء أساسي من الثقافة. الناس هناك بتتعامل بانحناءات للتحية والاعتذار، وكلمة أريجاتو يعني شكرا بتتقال في كل تعامل. واليابانيين حريصين جدا على إنهم ما يزعجوش الناس التانيين، فمثلا في المواصلات العامة مفيش صوت عالي والموبايلات دايما على وضع الصامت. كمان احترام الطوابير والنظام شيء مقدس. حتى في الأزمات الناس بتتصرف بهدوء ومن غير فوضى، فالأدب ده بيخلي اليابان مكان مريح ومنظم جدا إنك تعيش فيه. كل اللي اتكلمنا عليه ده ما جاش بالساهل، فاليابانيين مروا بكوارث ضخمة زي الزلازل والتسونامي، حتى الحرب العالمية التانية، لكن دايما كانوا وما زالوا بيرجعوا أقوى من الأول. الصبر عندهم مش مجرد كلمة، ده أسلوب حياة، وعلشان كده كل ما يقابلوا مشكلة بيلاقوا حل أسرع من أي حد تاني. فاليابان مش بس بلد متقدمة، دي عقلية مختلفة تماما. السر مش في الفلوس ولا التكنولوجيا، السر في طريقة تفكيرهم وأسلوب حياتهم اللي بيعتمد على التطوير المستمر واحترام الوقت وحب العمل والالتزام بالقيم. ولو اي حد طبق حتى نص الحاجات دي حياته هتتغير للأحسن. بس كده خلاص، مستنيينكم تكتبوا لنا في التعليقات ايه المعلومات اللي كانت بالنسبة لك جديدة ومذهلة، وايه المعلومات اللي دايما بتدوروا عليها ومش لاقيينها علشان نتكلم عنها في الحلقات اللي جاية. اهم حاجة ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب علشان يوصلك كل جديد، واستنونا الحلقة الجاية.